كان زمان في مرات أب شريرة كانت ملهاش أي شغلة غير إنها تبص في المراية وتقول لها: يا مرايتي يا مرايتي، مين أحلى واحدة في الحتة دي؟ المراية كانت في أولها حنينة، بتجامل الست وتقول لها: أنت يا حلوة. لحد ما فجأة في يوم المراية زهقت وقالت لها الصراحة: بصراحة سنو وايت أحلى منك بكتير. وهنا الست ضربها العبط، اتجننت. قعدت تقول: يعني أنا أصرف وأكوي وأحط ميك اب وبنت تيت تطلع أحلى مني؟ لا طبعاً. قامت بعتت سفاح اللي هو الصياد وقالت له: خدها الغابة، خلص عليها وهات لي قلبها في علبة وحط لي شريطة حمرا كده. الراجل راح شاف سنو وايت بريئة وجميلة ومش عاملة حاجة غير إنها بتغني للعصافير. قلبه وجعه وقال: حرام والله، دي ممكن تطلع مؤثرة في السوشيال ميديا. فقال لها: اهربي يا بنتي قبل ما اندم. وسابها وراح جاب قلب أرنب وقال للملكة: اتفضلي، عملت الشغلة. سنو وايت جريت جري السنين في الغابة لحد ما وقعت على بيت شكله معمول في ورشة لعب أطفال. دخلت وقالت: البيت ده محتاج ست بيت، فيه ريحة شرابات قديمة وتراكمات تراب مش طبيعي. قعدت تنظف وتطبخ وتروق، وقالت أكيد ده بيت 7 ولاد عزاب ومش غلط تطبخ لهم كام محشي ورق عنب. وفعلاً رجعوا الأقزام كلهم بشنبات وكروش صغيرة ولقوها عاملة البيت فلة. اتصدموا وقالوا: إيه ده؟ مين البنت دي؟ وجابت منين البشاشة دي؟ قالت لهم: أنا سنو وايت، مرات أبويا الشريرة، المراية جننتها، فقررت أبدأ من جديد. قالوا: خليكي معانا، إحنا شغالين في المناجم، محتاجين حد يسخن لنا الأكل ويوصل لنا أكلنا الشغل. وهي وافقت وسكنت معاهم وقعدوا يغنوا سوا: هاي هو هاي هو رايحين الشغل أهو. لكن مرات الأب الشريرة لسه ما زهقش. المراية قالت لها: يا ست هانم، سنو وايت لسه عايشة وعاملة جو نجمة تيك توك عند الأقزام. الست اتجننت تاني، قالت: أنا اللي هخلف عليها بنفسي. واتنكرت في هيئة عجوزة وراحت لها بتفاحة وقالت لها: يا حبيبتي، دي تفاحة أورجانيك من غير كيماويات. وسنو وايت لأنها بريئة وساذجة قالت: واو شكراً يا طنط. وأول ما عضت التفاحة وقعت ساكتة زي ضوء القمر في عز الغيوم. رجعوا الأقزام لقوها نايمة، افتكروا إنها ميتة، فعملوا لها تابوت زجاجي كأنها آيفون جديد وحطوها في الغابة وقالوا: نروح نزورها كل فين وفين. لحد ما جه أمير تايه لقاها وقال: يا نهار أبيض، دي ميتة بس شكلها مش طبيعي. وطبعاً ما صدقش وبسها من غير ما يستأذن. وقامت البنت مفزوعة وقالت: هو في إيه؟ مين ده؟ والتفاحة طلعت من بقها. والأقزام عملوا حفلة والملكة الشريرة وقعت من فوق جبل محدش عبرها. وسنو وايت اتجوزت الأمير وقالت للأقزام: تعالوا الشتا عندنا بس من غير الشرابات دي. لو ضحكت على سنو وايت وهي بتعض التفاحة وتنام كأنها فصلت نت، يبقى لازم تشترك في القناة قبل ما الملكة الشريرة تلاقيك. اعمل لايك وكومنت وفعل الجرس علشان القصة الجاية فيها فضايح أميرات. سلام.